بخ. كنت انت بتاع كلام، الاهلي بتاع افعال، وكلنا عارفين الكلام ده. انا بعتب على بيراميدز واداره بيراميدز. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه اللي انتوا بتهببوه ده؟ انتوا كل يوم تطلعوا لنا بيان، انتوا ماشيين على خطى الهلال السوداني. ده مش منظر فرقه. انتوا مرعوبين من الاهلي، انتوا قلبكم بيعمل كده من الاهلي، نفسكم تاخدوا بطوله، واما النهائي بيجي مع الاهلي كله بيعمل كده. طبعا اداره بيراميدز كل شويه تعمل حكايه وتبعتها للاتحاد، عايزين حكم اجنبي، عايزين مش عارف ايه، عايزين عدد الجمهور يقل. انتوا مرعوبين، عارفين ان جمهور الاهلي هيزلزل المباراه، هيكسر الملعب، وهيخلي لعيبه الاهلي تاكل النجيله وتاكل فرقه بيراميدز. طبعا التصريحات اللي طلعها رمضان صبحي وشريف اكرامي وعبد الله السعيد واللعيبه اللي كان بتلعب في الاهلي، اللي الاهلي صنعها واللي الاهلي ليه خير عليها، واللي الملايين اللي عملوها في حياتهم فضل يرجع لربنا والنادي الاهلي. اللي يقول لك ان شاء الله احنا هنكسب الاهلي، ده اول بطوله. انتوا غشيم من غير براشيم، انتوا فريق غشيم من غير براشيم. اهلي مين اللي انت تاخد منه بطوله؟ خلاص اعرف، بدل الاهلي وصل النهائي، بدل الاهلي وصل النهائي انسى. يبقى يكفيك شرف المحاوله، يكفيك شرف اللي انت لعبت قدام بطل القرن الحقيقي، بطل افريقيا. لازم كل الناس تعرف كده. انت يكفيك اللي انت تلعب قدام الاهلي نهائي بطوله، مش اي حد يلعب قدام الاهلي يا جماعه، كلنا عارفين. ودلوقتي انت بتهدد، ومجلس الاداره بيهدد بتاع بيراميدز اللي هم يسحبوا كل الاستثمارات اللي في مصر وفي القاهره وفي كل مكان. بتهددنا لما تسحب يا عم كل حاجه. انت عملت كل حاجه بفلوسك، احنا عارفين صرفت وعملت استثمارات في الدنيا والاخره هنا في مصر، بس انت كل حاجه عملتها بفلوسك الا جمهور الزمالك خدته ببلاش، خدته ببلاش. يا نهار ابيض، يا نهار يا ليله زرقاء. المهم نرجع لموضوعنا. فانا بقول لاداره بيراميدز اهدوا على نفسيكوا، اهدى عشان تتكيف وتاخد حاجه نضيفه. الاهلي نادي عالمي، الاهلي نادي عالمي، وكاس مصر اللي انتوا هتموتوا عليه ده الاهلي شبعان منه، الاهلي شبعان منه يا جماعه. فمش حكايه، بس انتوا عارفين اللي انتوا مرعوبين من الاهلي، وانتوا عارفين اللي الاهلي هيكسبكم، وانتوا عارفين اللي جمهور الاهلي هيخلي الملعب نار زي ما خلاه نار في ماتش الهلال السوداني. وانتوا غلطتوا غلطه العمر، انتوا مشيتوا على نفس خطى الهلال السوداني، اللي هي البيانات والشكاوي واتحاد الكوره وعدد الجمهور وعايزين حكام اجانب. انا عارف برضو انتوا في دماغكم اللي انتوا بتضغطوا على الحكم المصري اللي هيحكم المباراه. لا يا جماعه، الحكم هيحكم بما يرضي الله، بس انتوا عارفين الاهلي هياكلكم، الاهلي هياكلكم، لان الاهلي فريق كبير، والاهلي فايق الايام دي، الاهلي فايق وما بيدورش على الكاس. الاهلي بيدور على اكبر من الكاس، بيدور على افريقيا وكاس العالم للانديه. انتوا اللي تعبانين، كل واحد بيفكر على قد تفكيره. وان شاء الله الاهلي هيعمل مباراه كبيره وهياكل بيراميدز باذن الله.